9 حلول لمشكلة نسيان الكلمات والجمل باللغة الإنجليزية. بذاكر كلمات وإنجليزي كتير جدا، ولكن بلاقي نفسي إن أنا نسيتهم على طول وبسرعة. النهاردة وفي فيديو النهاردة هقدم لكم 9 حلول علمية مثبتة ومختلفة تساعدكم في إن انتم تفتكروا الكلمات الإنجليزي والجمل الإنجليزي اللي بنتعلمها كل يوم. فيديو النهاردة مهم جدا جدا وهيساعدكم جدا في تعلم اللغة الإنجليزية بإذن الله. تابع معايا الفيديو للآخر. أهلا بيكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء، ولو أول مرة بتشوفوني فأهلا بيكم، نورتوني. أتمنى إنك تشترك دلوقتي حالا معايا في القناة، اضغط دلوقتي حالا معايا اشتراك وفعل الجرس كمان علشان يوصلك دروس إنجليزي لكل يوم. طبعا أنا عارفة إن إحنا لما بنكون زي ما قلت لكم بنذاكر كلمات وجمل إنجليزي كتير ونلاقي إن أنا بنساهم بسرعة، ده ممكن يسبب لنا طاقة سلبية وإحباط ويحسسنا بإن إحنا عندنا عدم رغبة في استكمال تعلم اللغة الإنجليزية. وعلشان كده فيديو النهاردة مهم جدا جدا، يقدم لك أكتر من حل يساعدك في إن أنت تفتكر وتتذكر الكلمات والجمل الإنجليزي بسهولة جدا وبيسر بشكل كبير قوي قوي. والأول علشان أوضح لكم إحنا ليه أصلا بننسى. طبعا هي طبيعة مخ الإنسان وكما خلقنا الله سبحانه وتعالى هو إن إحنا أصلا متأقلمين إن إحنا ننسى أي موقف صعب إحنا مرينا بيه، ننسى أي ذكرى أليمة عدينا بيها، ننسى تفاصيل كتير. ده طبيعة خلقنا بيها ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا دايما بنقول أصلا هو النسيان نعمة، ولكن أيضا إحنا نقدر إن إحنا نبرمج دماغنا والمخ بتاعنا إن هو أصلا يشتغل بطريقة ويكون نستخدم قدراته طبعا اللي خلقنا بيها ربنا كمان، اللي هي بتفوق العديد من أجهزة الكمبيوتر وأكتر أجهزة الكمبيوتر المعقدة أصلا. فبالتالي إحنا لو قدرنا إن إحنا نستخدم مخنا بشكل صحيح ونسيستمه ونشغله بشكل فعال وصحيح 100%، هنقدر إن إحنا نستفيد من القدرات الكبيرة اللي ربنا رزقنا وحبانا بيها يعني. واي حد دارس علم النفس الادراكي هيعرف المعلومه اللي انا هقول لكم عليها دي دلوقتي، ان احنا مخنا او الذاكره عندنا لكل انسان مقسمه الى نوعين: ذاكره المدى القصير وذاكره المدى الطويل. طيب علشان ألخص لكم كده، ذاكرة المدى القصير هي المفتاح لذاكرة المدى الطويل. واحنا هنا وهدفنا من خلال فيديو النهاردة ان احنا نخزن الكلمات والجمل الإنجليزية في ذاكرة المدى الطويل اللي هي هتقعد معانا فترة أطول. هو ده هدف فيديو النهاردة. وخليني أشرح لكم بشكل سريع جدا وأفرق لكم ما بين ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل. ذاكرة المدى القصير هي الذاكرة اللي بنعتمد عليها في تخزين ذكرياتنا اللي في حياتنا اليومية، الحاجات اللي بتحصل في حياتنا اليومية أو التفاصيل اللي بتحصل في حياتنا اليومية، ولكن من اسمها هي ذاكرة مدى قصير، يعني قصيرة الأمد، يعني مش بنفتكرها بعد فترة أو مش بنقدر إن احنا نسترجع ما خزن بداخلها بعد فترة صغيرة. يعني مثلا انت لو غمضت عينيك دلوقتي حالا هتلاقي ان انت لسه حافظ شكلي مثلا او شكل التفاصيل اللي موجودة دلوقتي حالا في الصورة، لكن بعد شوية هتلاقي ان انت خلاص نسيت التفاصيل دي. فذاكرة المدى القصير بتقدر ان هي تحتفظ بالتفاصيل زي ما قلت لك. واهمية كمان ذاكرة المدى القصير ان هي البوابة او المفتاح اللي هيوصلنا لذاكرة المدى الطويل. فبالتالي احنا عايزين نعرف نتدرب النهاردة ازاي ان احنا نستخدم ذاكرة المدى القصير دي بأحسن طريقة، بحيث ان هي توصلنا وتفتح لنا الباب على طول لذاكرة المدى الطويل. أما ذاكرة المدى الطويل فهي المسؤولة عن تخزين الذكريات المهمة اللي في حياتنا، بس زي ما هي أنا قلت دلوقتي ذكريات، لازم يكون في ذكرى معينة مهمة، فبالتالي هتروح على طول على ذاكرة المدى الطويل. ولكن ذاكرة المدى الطويل دي مش بتفتكر التفاصيل، يعني أنت ممكن تكون فاكر موقف مهم مثلا حصل في حياتك، لكن هتلاقي نفسك مش فاكر قوي كنت لابس إيه يومها أو أكلت إيه يومها أو هكذا. فبالتالي دور ذاكرة المدى الطويل ان هي تحتفظ بالذكريات والمواقف المهمة، ودي نقطة مهمة جدا جدا، لان هو ده اللي هيكون كمان مفتاح استخدامنا لذاكرة المدى الطويل. ركزوا معايا.
ومعلومة مهمة وأخيرة كمان عن ذاكرة المدى الطويل، إن هي بتعمل فلترة للمعلومات مع الوقت. يعني إيه؟ يعني أي معلومات هتلاقي إن أنت عقلك ما بيستخدمهاش أو ما بيحتاجهاش أو ما بيسترجعهاش، فذاكرة المدى الطويل خلاص بتمسحها وبتشيلها خالص خالص من ذكرياتك. برضو النقطة دي مهمة جدا جدا، وهوضح لكم ليه كمان شوية. تابعوا معايا. خلوني ابدا واقول لكم ال9 حلول او خطوات اللي تقدروا ان انتوا تتبعوهم باذن الله، وتساعدنا ان احنا نستخدم عقلنا البشري بافضل طريقه لحفظ الكلمات والجمل الانجليزيه. يلا بينا. اول حاجه خالص المذاكره بالكتابه. اعتمد على طول وانت بتحفظ اي كلمات او جمل انجليزيه، او عايز تحفظ اي معلومات جديده في اي مجال عايز تتعلمه، ان انت تكتبها. عودوا نفسكم على طول على الكتابه. الكتابه هتساعد ان احنا نخلي ذاكره المدى القصير على طول محفزه، وعلى طول تكون نشطه معانا، ونبعد اي حاجه مؤثرات خارجيه او اي حاجه تشتت عقلنا ان هو يحفظ الكلمات والجمل او المعلومات الجديده اللي احنا بنتعلمها باللغه الانجليزيه. فعلشان كده وزي ما دايما بقول لكم، خلي معاك كشكول تعلم اللغه الانجليزيه، واعتمد اول حل الكتابه، المذاكره بالكتابه. تاني حل وهو مرتبط جدا بالحل رقم 1، وهو الكتابة، ولكن الكتابة بأشكال وخطوط مختلفة. معناه ايه بقى الكلام ده؟ خلينا نقول مثلا ان احنا عايزين نتعلم جملة it was a very nice day، يعني ده كان يوم حلو جدا. هنعمل ايه؟ هنكتبها اكتر من مرة بنفس خطنا الطبيعي جدا والحروف والشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. وبعد كده ابدأ ان انت غير شكل الكتابة بتاعتك. خلينا نكتب مثلا كل الحروف كبيرة او حروف كابيتال، وبعد ما تكتبهم كذا مرة بنفس الشكل، غير كمان مرة واكتب مثلا بحروف مشبكة. ليه بقى؟ لان احنا كده بنحفز ذاكرة المدى القصير انها تكون على طول نشطة ومحفزة معانا. لان ذاكرة المدى القصير لو فضلت تشوف نفس الشكل اكتر من مرة ووقت طويل هتقف ومش هتشتغل معاك. ركزوا معايا في النقطة دي. فاحنا بنعمل ايه؟ بنغير شكل الخط وبنغير شكل الكلام قدام ذاكرة المدى القصير، فتفضل محفزة وشغالة معانا وتحفظ لنا الكلمات والجمل الانجليزية اللي احنا بنحاول ان احنا نتعلمها دلوقتي. ثالث خطوة وهي استخدام تكنيك الفلاش كاردز أو الكروت التعليمية. كنت رشحت لكم قبل كده تطبيق اسمه كويزلت، تقدر ان انت تحمله عندك على تليفونك، وتطبيق مجاني 100%، وهتقدر ان انت تستخدم من خلاله تقنية الفلاش كاردز أو الكروت التعليمية. ده معناها ايه؟ معناها ان انت هتستخدم مثلا الكروت التعليمية دي ان انت تبدأ تسجل الكلمة اللي انت عايز تتعلمها، تكتب كمان examples أو أمثلة عليها على التطبيق دوت او على تكنيك الكروت التعليمية، وتبدأ ان انت تسترجعها كل شوية وتراجع عليها طول الوقت. طول الوقت تبقى عندك على الموبايل، طول الوقت تكون عندك على الفلاش كاردز، فتبدأ ان انت تعمل لها مراجعة طول الوقت. ده طبعا لو لقينا ان احنا تكنيك الكتابة ورؤية الكلام ما كانش كفاية ان هو يخلي على طول ذاكرة المدى القصير شغالة معانا، فدي حل ثالث او طريقة ثالثة اللي هي الفلاش كاردز او الكروت التعليمية. وانا كده بشرح لكم ازاي دايما تخلي ذاكرة المدى القصير محفزة ونشطة وشغالة معاك، فإن هي تساعدك إن أنت تحفظ الكلمات والجمل الإنجليزية. لأن زي ما قلت لكم ذاكرة المدى القصير هي المفتاح أو البوابة لذاكرة المدى الطويل، اللي هنقدر إن احنا ندخل لها ونوصل لها ونخلي المعلومات مخزنة لوقت طويل، وهو ده هدف الفيديو النهاردة. رابع حل ودايما بنصحكم بيه وهو القراءة. هحط لك دلوقتي حالا في الاي فيديو مهم جدا جدا كنت عملته عندي هنا على القناة، بشرح لكم على ازاي تعملوا تدريب القراءة بشكل فعال جدا جدا وتتعلموا منه بشكل كبير قوي، وازاي كمان تحدد جدول في يومك بس 5 دقايق تستفيد منها من موضوع القراءة ده. طيب القراءة هتساعدك ان انت تحط الكلمات والجمل في مواقف مختلفة، وبالتالي تعمل عندك ذكريات في عقلك وتكون توصل اكتر لذاكرة المدى الطويل. مش انا قلت لكم في الاول ان ذاكرة المدى الطويل بتحفظ الذكريات؟ هي دي الفكرة. لما هتقرا رواية، لما هتقرا مقال، حتى لو قريت بوست على الفيسبوك في مجال من مجالات اهتمامك، هتلاقي نفسك ان انت حفظت الكلمات والجمل دي في مواقف مختلفة، بالتالي عملت عندك ذكريات، وبالتالي عملت ايه؟ بيرفكت، دخلت عندنا في ذاكرة المدى الطويل فحفظناها لوقت طويل جدا.
خامس حل هو حلو جدا جدا، وهو ان احنا لما نيجي نحفظ كلمات او جمل باللغة الانجليزية نربطهم على طول بصورة. الصورة دي هتخلي عندك ذكرى تحفظها في ذاكرة المدى الطويل، تفضل عندك بوقت اطول. يعني لما هتربط الجملة او الكلمة بصورة، تقدر تشوفها بعينك، تقدر بعد كده ان انت تحفظها بشكل اكتر في ذاكرة المدى الطويل، ويكون عندك ليها ذكريات اكتر، فبالتالي تقدر ان انت تسترجعها وتستخدمها بسهولة اكتر وما تنساهاش خالص. والحل رقم 6 وهو حقيقة علمية مثبتة، ان احنا العقل البشري طبعا ليه طاقة وقدرة استيعابية. يعني ايه؟ يعني مثلا خلينا نقول ان انا عايز احفظ في اليوم مثلا 20 كلمة جديدة، ما ينفعش ان انا افضل قاعدة على نفس الوقت، مثلا ان انا اقعد الود نفسي او اكتر على نفسي بشكل كبير جدا ان انا احفظ ال20 كلمة دلوقتي حالا. لا، هقول لك ان انت لازم تقسم ال20 كلمة دول لاجزاء. خلينا نقول مثلا 4-5 كلمات مثلا هياخدوا مننا حوالي نص ساعة، وبعد كده لازم تاخد بريك تفصل تماما لمدة 20 إلى 25 دقيقة. بعد كده ترجع من البريك بتاعك تراجع ال4 أو 5 كلمات اللي انت ذاكرتهم من شوية، وتبدأ 4 أو 5 كلمات جديدة. كده احنا بيكون قدرتنا الاستيعابية أفضل وأحسن وأعلى، وتقدر ان انت تحفظ الكلمات والجمل بسهولة أكتر ويثبتوا عندك أكتر، وما تلاقيش نفسك ان انت مجهد أو ان انت استخدمت قدرتك الاستيعابية وما بقيتش قادر ان انت تحفظ الكلمات اللي انت حابب ان انت تحفظها. رقم 7 معانا وهو كشكول تعلم اللغة الإنجليزية. دايما هفضل أنصحكم بيه يكون عندك نوت بوك بتكتب فيها أي حاجة أنت تعلمتها بالإنجليزي، أي حاجة أنجزتها في تعلم اللغة الإنجليزية، الكلمات الجديدة، الجمل الجديدة، الأمثلة بتاعتك، تطبيقاتك، وهكذا. أهم حاجة يكون الكشكول ده هو مخصص لتعلم اللغة الإنجليزية وشكله منظم كده وشكله كويس جدا، هيساعدك جدا جدا في أن أنت تحفظ الكلمات وتحفظ الجمل لمدة أطول وبشكل أسهل وأسرع بإذن الله. والحل رقم 8 وهو المراجعة. لازم انصحك طول الوقت ان انت تراجع على اي معلومات انت تعلمتها في اللغة الانجليزية، ويكون بشكل دوري. ممكن مثلا ان انت تثبت يوم في الاسبوع هو يوم مراجعة المعلومات والحاجات اللي انت تعلمتها باللغة الانجليزية. المراجعة هتخليك دايما ان انت تنشط ذاكرة المدى الطويل عندك. فاكرين لما قلت لكم ان ذاكرة المدى الطويل بتعمل فلتر للمعلومات، بتلاقي نفسك ان انت المعلومات اللي انت ما بترجعهاش او ما بترجعهاش لوقت معين خلاص هي بتنساها واوتوماتيك بتمسحها على طول. لا، احنا عايزين نعمل ايه؟ ننشط على طول ذاكرة المدى الطويل ونراجع على طول على المعلومات اللي احنا اتعلمناها. زي ما قلت لك ممكن تثبت يوم في الاسبوع ما تتعلمش اي حاجة جديدة وتراجع على الحاجات اللي انت شفتها او سمعتها. بلاش نعتمد على طول على مصدر واحد، مثلا ان انا على طول عمال اشوف مثلا فيديوهات او اقرا حاجات او ادخل على طول، يعني اعمل انبوتس كتير او اتعلم حاجات على طول كتيره من غير ما اكون براجعهم. هتلاقي نفسك مع الوقت اوتوماتيك يعني نسيتها، وده على فكره بيحصل معانا كلنا. فعشان كده خطوه المراجعه مهمه جدا جدا ولازم انصحك بيها. لو طبقت ال8 حلول اللي انا قلت لك عليهم اضمن لك ان انت 98% من المعلومات او من الكلمات والجمل الانجليزيه اللي انت عايز تتعلمها هيثبتوا معاك لمده اطول، وهتلاقي نفسك ان انت اتعلمتهم ومش بتنساهم ولا اي حاجه. طب وال2% بقى يا دعاء دول نعمل فيهم ايه؟ ده الحل رقم 9 اللي هقول لك عليه دلوقتي حالا، وهو الستيكي نوتس او النوتس اللي هي الملصقه اللي انت بتقدر تحطها وتلزقها. مثلا ممكن تعملها مثلا تعمل زي بورد عندك مثلا في البيت، يعني تعمل لوحة عندك في البيت وتحط مثلا تلزق عليها اي كلمة انت حسيت انها صعبة بالنسبة لك او عندك صعوبة في ان انت تحفظها او تتذكرها. مش بس الكلمات، ممكن تكتب عليها جمل كمان. لو انت مثلا عندك حاجة في الشغل وخايف ان انت تنساها، مهمة معينة مثلا خايف ان انت تنساها، ممكن تكتبها عندك على الستيكي نوت وتحطها قدامك. ممكن تحطها على اللابتوب مثلا، تحطها زي ما قلت لك، ممكن تحطها على التلاجة. في ناس يعني بيعتمدوا ان هم يحطوا الحاجات اللي هينسوها دايما تكون قدام عينيهم، تشوفوها او يشوفوها دايما، فبالتالي تقدر ان انت تحفظها وتقدر ان انت تتذكرها بشكل اسهل باذن الله واسرع.
عاوزاكم تبداوا تطبقوا على طول ال9 حلول اللي انا قلت لكم عليهم. هتلاقي ان انت دماغك ان شاء الله بقت افضل حتى من احسن كمبيوتر اتعمل بجد، ودي حقيقه علميه مجربه بشكل كبير جدا جدا. هتلاقي نفسك ان انت قادر انك تحفظ الكلمات والجمل الانجليزي بشكل اسهل واسرع، وما بقتش بتنساهم خالص خالص ان شاء الله. مستنياكم ان انتوا تجربوا الحلول وتكتبوا لي تجاربكم كلها تحت في الكومنتس. هستناكم ان شاء الله، وههتم ان انا اقرا كل التعليقات كالعاده طبعا زي ما متعودين عندي هنا على القناه. لو عجبك الفيديو النهارده، لو عجبك الحلول او عندك حلول تانية تقدر ان انت تشاركها معانا كمان ونستفيد بيها كلنا طبعا، يا ريت تشاركوني تحت في التعليقات وتكتبوا لي دلوقتي حالا في التعليقات. ولو عجبك فيديو النهارده ما تنساش لايك بليز للفيديو، وان شاء الله هشوفكم على كل خير باذن الله في فيديو جديد وحلقه جديده الحلقه الجايه. وما تنساش انك تشترك دلوقتي حالا معايا في القناه انجلش بلوج، هتستفيد جدا جدا ان شاء الله. اشوفكم على كل خير الفيديو الجاي. باي باي.